صباح الخير، وانسى الهم ينساك وعيش اللحظة، والحياة حلوة بكل ما فيها. ننسى همومنا طول ما انتي بتنسي همومك وبتنسي القاسية وبتنسي كل حاجة بتضايقك هتكوني سعيدة. ده سبب بسيط من أسباب السعادة والراحة النفسية، بس ده مش موضوعنا لأن أنا اتكلمت فيه كتير وبتكلم وهتكلم. الموضوع التاني بقى المهم اللي عاوزة اتكلم فيه سريعا كده. اولا انتوا بتقولوا لي ما بتطلعيش فيديوهات ليه ومن بيتك وصالوناتك ومش عارف ايه. اولا لسبب واحد، ان انا لما بلاقي حاجة تستاهل وانتوا هتحبوا تسمعوها وهتفهموها مع الزيطة بتاعة اليوتيوب والحاجات اللي بتنزل والانستجرام والكلام الكتير، كل واحد يطلع عاوز يقول كلمتين يطلع يقولهم سواء فارغين سواء مفيدين، فأنا ما بحبش أطلع في الزحمة أو في الزيطة وأقول أي حاجة. اللي عاوز أقوله النهاردة إن في ناس معينة وبعض الناس مش كلهم بتلبس البراندات والحاجات الغالية والكلام ده، لا غبار ولا عيب، كل واحد حسب إمكانياته، ده ما يزعلش حد وما يضايقش حد. لكن في ملحوظة بقى، في ناس بتلبس الكلام ده أو بتلبس البراندات وبتحب تبينها للناس. عاوزة أقول للناس دي، لو حد من اللي بيسمعني حد منهم وما يكونش واخد باله ياخد باله. مهما تلبسي ومهما تتشيكي انتي أو راجل وتلبس براندات، دي شيء بيرجع لإمكانياتك انت وذوقك انت وظروفك انت. الناس ملهاش دعوة. انت لما بتعمل كده وبتبين الحاجات دي وبتظهرها وعاوز تبينها للناس، ده بيقلل من شخصيتك ومن كيانك ومن قيمتك قدام الناس دي. ده اللي انا عاوزه اقوله. لا هو باللبس، لا هو بالفلوس، لا هو بأفخم المطاعم، لا هو بالصرف ولا مفيش. هي انت شخصيتك هي، يا اما تحافظي على كيانك وشخصيتك انتي والناس تحترمك، يا اما تقللي من شأنك بانك تعملي المناظر والحركات قدام الناس. خلوا بالكم. اقول لكم ايه، انا دلوقتي رايحة النادي، انا بس حبيت جاتلي الموضوع ده لاني شفته ولمسته وكنت الناس دي انا بحبها. طب ليه بتعمل في نفسك كده او بتقللي ليه من شخصيتك؟ فاهمني؟ دي حاجة. فانا رايحة النادي ان شاء الله همارس الرياضة بتاعتي، ودي ده روتيني اليومي اللي انا بعمله يوميا ان ما كانش عندي شغل. اقول لكم ايه، تصبحوا بالخير والى اللقاء في فيديو تاني وملحوظة عابرة تعدي علي. باي باي.